من كنا صغار كانوا أهلنا دائما يتكلمونا عن مناطقنا أو عن العادات والتقاليد وتاريخ هذه المناطق أو عن ناسها الطيبة. لا توجد سعادة بالنسبة لي أكبر من حرية موطني، والديرة هي بمثابة وطن مصغر. ديرتنا نحن لها وهي لنا معشوقة وعاشقين. ديرتنا. حياكم الله مشاهدينا واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج ديرتنا. ومن جديد ديرتنا اليوم قريه الامام ويس، احد مناطق الشاميه التابعه لقضاء الرمادي. هذه القريه التي تحتضن اهم مرقد وهو مرقد الامام ويس. راح نشوف هوايه تفاصيل على مدار الدقائق القادمه من خلال برنامج ديرتنا، خليكم ويانا. وهذه المنطقة هي أحد مدن محافظة الأنبار قضاء الرمادي، وهي منطقة ريفية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مقام وضريح الإمام أويس القرني، ذلك التابعي الجليل والذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والصلاح والاستقامة، حيث أنه كان من سكنة اليمن وكان يرعى الغنم وكان يتجول ما بين البلدان. يقال إنه كان يأتي من بلاد الشام إلى العراق يرعى الإبل، فكان يأتي إلى هنا يجلس بالقرب من هذا البئر ليرتوي منه ويأخذ استراحته. فكان يأتي إلى هنا يرعى الغنم، وكان يسكن في إحدى جولاته هنا في بئر قديم كان في هذه المنطقة، فكان يشرب منه ويروي منه غنمه. فأقيم إلى جانب ذلك البئر مقاما وسمي بمقام الإمام أويس بن عامر القرني. أيضا هذه المنطقة لها تسميات أخرى مثل تسمية البراجة، سميت بالبراجة نسبة إلى الصخور الموجودة في هذه المنطقة تشبه الزجاج، فتعكس ضوء الشمس عليها ثم تبرق أو تبرج في المفهوم العام. أيضا لها مسمى آخر يطلق عليها باسم البراجة، وذلك نسبة إلى أرضها القوية الثابتة والبيضاء، فحينما تشرق عليها الشمس تبرج هذه الأرض، فسمي وأطلق عليها البراجة نسبة إلى
أنها أرض صخرية وقوية وثابتة. بدينا نبني بيوت من الطين والبراج، البراج اللي نشلع من هاي الثلج، شلعناه البراج وبنيناه بيوت وسكننا بيها. بال 75 وما فوق العالم بدأت تشتغل وصار عندها شوية مادة، فاستطاعت عاد أن تفلش البراج بناء القديم وتبدي تبني بالحجر والجص والاسمنت. حاليا متواجدين في أقدم مدرسة في هذه المنطقة، مدرسة أبي تمام المختلطة، تأسست سنة 1956-1957 في العهد الملكي. ثم بعد ذلك أنشئت فيها عدة صروح دينية وعلمية، منها جامع الحق والسلام الذي يعتبر معلما ونقطة مهمة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى عدة مدارس، من أقدمها مدرسة أبي تمام الابتدائية المختلطة، ثم أضيف إليها ثانوية أبي تمام، ثم بعد ذلك أضيفت لها متوسطة الأدهمي. يعتمد أغلب سكانها على الزراعة وتربية المواشي. قديما كان يزرع بهذه المناطق أنواع كثيرة من الفاكهة والخضروات، الآن يزرع بها فقط الحنطة والشعير. تشتهر هذه المنطقة بالزراعة وتربية المواشي من الأغنام والأبقار، بالإضافة إلى مزاولة الوظائف الحكومية. هذه المنطقة أبرز معالمها هو بئر البخربيط الذي كان يروي هذه المنطقة سابقا، وكانت الحالة العلمية والثقافية في هذه المنطقة يعني شبه متدنية، ولكن نتيجة التقدم والظروف والسنين بدأ أهالي هذه المنطقة يرتقون علميا وثقافيا شيئا فشيئا، والحمد لله الآن أصبح لدينا كفاءات علمية من معلمين ومدرسين، وكذلك معلمات ومدرسات، وكذلك أطباء في مختلف الاختصاصات، وكذلك أساتذة ودكاترة في الجامعات وفي بقية وظائف الدولة. فلله الحمد أنه شهدت هذه المنطقة تطورا علميا وثقافيا ملموسا وواضحا، وهذا كله يعتمد على أنه نتيجة التغيرات التي حصلت في هذه البلاد. كان الناس يأتون لزيارة مرقد الإمام أويس من مختلف مدن الأنبار، لكن في فترة عامي 2006-2010 تعرض للتفجير على أيدي مسلحين مجهولين، ولم يتبقى منه سوى البئر والقبر. لهنا انتهى مشوارنا وياكم في منطقة أويس. انتظرونا بحلقات أخرى ومناطق أخرى في ديرتنا. إلى اللقاء.